نسوان يا جبان يا ابن بائع الجولان، أثبتت أنك أخس من أبيك وأنك أخون من عمك الذي قصف حماه وفعل فيها الأفاعيل. أما عندك رجولة إلا على المستشفيات؟ أما عندك رجولة إلا على المساجين الممنوعين من الحركة؟ أما عندك رجولة إلا على البيوت التي آوى إليها النساء؟ أما عندك رجولة على أعداء الوطن؟ لقد قتلت من شعب سوريا ما لم تقتل إسرائيل منذ دخولها فلسطين إلى يومنا الآن. لقد وقع في السوريين من القتل على يد أبيك وعلى يدك وعلى يد عائلتك القذرة، لقد وقع فيها لو أحصينا ما قتل الإسرائيليون من العرب كلهم ربع ما قتلت على النساء والأطفال. الدم إذا كنت كاذبا فاسمح أيها الوغد، فاسمح بوكالات الإعلام لتصور مستشفى الحوراني تحية له، لا أقول مني ولا أقول من الشعب السوري، من العالم أجمع لما يقوم به من خدمات. تحية لكل مستشفى في سوريا كلها، تحية لمستشفى الريس، تحية لمستشفيات دير الزور، تحية طيبة مباركة على النساء على الأطفال. أي حقد هذا الذي ملئ به قلوب هذا النظام؟ أي غل ملئت صدوركم على الأطفال من حمزة الدرعاوي إلى الدوماني إلى أطفال حماة؟ اليوم بلغني عشرات الأطفال اليوم ماتوا في المستشفيات بسبب قطع الكهرباء. وإذا كان كلابك الإعلاميين يكذبون هذا، فبيننا وبينك الوكالات العالمية والمحطات الفضائية لتشهد على كذبك. لكني أخشى أن أرجح أن مؤامرة كبرى تحاك على لهذا الشعب. ما هي عقوبات مجلس الأمن؟ إدانة. أريد أن أسألكم أسألكم، هل الإدانة تعيد الكهرباء لسوريا؟ هل الإدانة تعيد الخبز للبوكمال ولدرعا ولبنياس المسكينة، أم لحمص الحبيبة، أم لإدلب الأبية؟ هل يعيد؟ أين نخوتكم أيها القرى يا أهل حلب؟ أنجدوا حماة بالخبز قبل أن يموت الرجال والنساء بعدما مات الأطفال في المستشفيات. نحن لا نكذب لأن الله حرم علينا الكذب، وأنت أيها النظام لا دين لك ولا وطنية ولا ضمير ولا إنسانية إلا الخيانة والتآمر مع بعض الجهات الدولية. نعم، باتت المؤامرة مكشوفة. الإدانة ما تنفع. هل الإدانة تتحول إلى خبز يطعم بها الجياع؟ هل منعكم منعوا تصوروا منعوا بعض أركان النظام من دخول أوروبا، فقال لهم الأركان نحن ما ندخل أوروبا من قبلكم. عندما أماكن للدعارة وللفساد وللقمار أكبر من أوروبا وأفضل من أوروبا، ويسجدون لنا فيها في تلك الأماكن. إدانة أدانوا، وألف إدانة ماذا تنفعنا؟ لماذا هذا الحقد أيها المجرمون على رمضان؟ ما معنى هذه؟ بدأ من الشيخ البوطي، هذا بدأ من الشيخ البوطي منه فتوى في استقبال رمضان من قبل النظام.
استقبل رمضان. شو عندك فتوى ممكن تفتينا أنت وصاحبك حسون بيك؟ ويشترون به مقعدا، ويشترون به حديقة، ويشترون به سيارة، ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. عذاب أولئك الذين اشتروا والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. من هم هؤلاء الذين راعوا دينهم؟ ولم يقل أولئك الذين افتروا على الله. لا، هنا عبارة أنا اليوم لن أتعرض لها، لكن أحاول أن أتثبت منها. أن الملك قال أن الذي طالب بإسقاط يعني طالب بإسقاط الله يتقبل يا حاج، الله يتقبل، الله يتقبل. لا هذا بطل، هذا بطل ما راح ببلاش، بطل شهيد، هذا بطل ما راح ببلاش يا حاج. الله اكبر يا حد شهيد يا يامو. والله ما عرفت بالله احمد ان شاء الله يا يامو. نياله نياله والله اكبر. عندك شوفين والدة استشهد ب 82 إذا حافظ أسد. بالشفاء الله يسلمك خلاص. الله اكبر عليها. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. حسبنا الله من هذا المجرم، حسبنا الله من هؤلاء المجرمين، حسبنا الله، حسبنا الله عليك، حسبنا الله على هذا النظام. يتم من 82 ورمل من 82، ثم هناك عوائل كثيرة اليوم في حماة تصاب بنفس المصيبة، ثم مجلس الأمن يصدر إدانة. بلغوها الإدانة، لا ما بلغتوها الإدانة، بلغوها أن مجلس الأمن قد أدان هذه الجرائم وأسفاه ورحمته ورباه ورباه ورباه. ألم يعن الأوان أن تنصرنا؟ ألم يعن الأوان أن ترحمنا من هذا النظام الفاجر؟ يا أرحم الراحمين، يا عزيز، يا جبار، يا متكبر، وكلناك على هذا النظام وعلى هؤلاء العملاء. حسبنا الله ونعم الوكيل. إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله على قضائه. بارك الله فيكم فضيلة